طبعا كلنا عارفين ان ولادنا ما بيحبوش الفاكهه دي. النهارده هنعملها بطريقه حلوه جدا ومش هيعرفوا تماما ان احنا حطيناها في العصير اللي احنا يشربوه. قبل ما نبدا حط لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الاشتراك. طبعا انا بعد ما غسلتها تمام احنا جايبينها مستويه قوي. هنقشرها من القشره بتاعتها بالشكل ده. لو فيها بذره من جوه هتطلعيها. هي طبعا مستويه جدا معايا. وكمان مسكره بس الولاد ما بيحبوهاش. طبعا هي فيها نسبة عالية جدا من الفيتامينات، احنا كده عشان كده هنديها لأولادنا. هنعملها لهم النهاردة في العصير. طبعا انا ما عملتش الكمية كلها عشان هي كمية كبيرة جدا. طبعا انا جبت هنا عندي موز كمان قشرته بالشكل ده، هيديلي طعم حلو للفاكهة بتاعتي. هنقشره بالشكل ده، نقطعيه شرايح. بعد كده طبعا هتخلصي الكمية كلها بتاعتك. وهنا عندي كمان نص كوبايه من السكر، ما تكتريش او سكر عشان ما تبقاش مسكره معاكي، عشان فاكهه الكاكا دي مسكره اصلا. وعندي هنا كوبايه من اللبن. هنضرب الكلام ده طبعا كله في الكبه او في الخلاط. هنحطه بالشكل ده وهنحط السكر، ما تكتريش قوي عشان ما تبقاش مسكره معاكي. وهنحط قطعه من الموز هيديها طعم حلو. كمان اللبن مش هيحسوا تماما ان اللي فاكهه الكاكا اصلا في العصير. وهنضربهم كده كويس في الكبة. ممكن انتي تستبدلي الموز بمانجا او اي نوع فاكهة عندك. هنضرب كده لحد ما ينعم معايا القوام تماما. ممكن كمان تحطي تعمليها مع جزر او عصير برتقان. هتخبيها لولادك بالشكل ده كده تمام. شايفين بصراحة كان طعمه عصير، طعمه حلو جدا. جربوه قولي رأيكم. وصراحة انا قدمته لاولادي ما عرفوش تماما ان هو اصلا فاكهة الكاكا وعجبهم جدا. كده خلاص هتقدميه طبعا بالشكل اللي انت عايزاه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. متبخلوش عليا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصل لكم اي فيديوهات انزلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.